اهلا بيكم في القسم الثاني من حكايه العضه الحلوه. طبعا لو مشفتوش القسم الاول من الحكايه روحوا شوفوه الاول، ويلا بينا نبتدي. بيبدأ القسم التاني من الحكاية لما لو بينقذ شياو من الشباب اللي كانوا عايزين يأذوها، ويزعق لميشا ويقولها لو عملتي التصرف ده بعد كده انا هقتلك. تقول له ميشا انا اسفه يا سيدي وتمشي احسن تستاهلي. وبعدها بيقرب لشياو ويشفي جروحها، وبعدها بياخدها معاه على بيته ويقول الخدم ياخدوها وينضفوها ويحطوها في السرير، فبيقولوا له امرك يا سيدي. وبعدها اخو لو بينادي على لو ويقول له سمعت كده انك جبت بنت هنا اسمها شياو. فبيرد عليه لو انت مالك انت؟ فبيقول له اخوه انا بس خايفه عليك، وبرضه ما تنساش اني انا برضه مدير المدرسه وحذرتك قبل كده انك تعمل افعال زي دي وتستغل البنات، انت ما عدتش طفل. بعدها بيكمل اخوه كلامه ويقول له مش البنت دي اللي انت زلتها في المدرسه وخليتها بلا كرامه ليه؟ يعني لما عرفت انها بخطر جريت على طول عشان تنقذها، اوعى تكون بتحبها ولا انت يعني عشان هي شبه فولي فساعدتها؟ فبيقول له بكل عصبيه انت مالك انت ومالكش دعوه، وانا اعمل اللي انا عايزه وانقذ اللي انا عايزه واقتل اللي انا عايزه. الصراحه يا لو اهنت اخوك الكبير جدا. وبعدين بيكمل كلامه لو ويقول له ما تذكرش تاني اسم فولي دي تاني وسلام. وبعدين بيروح لو عشان يشوف شياو، ولكن لما بيدخل اوضه بيتصدم بيلاقيها اختفت كانها فص ملح وداب. ولكن لما يقرب على الشباك بيكتشف انها هربت من على طريق الشباك ويقول شكلي كده قللت من شأنك يا شياو. بعدين بنشوف شياو وهي بتجري وبتكون بتدور على المخرج من الغابه اللي هي فيها، ولسوء حظها الغربان بتفضل ملحقاها لحد ما الغربان توقعها من على منحدر الجبل. ولكن هو بيجي في الوقت المناسب وينقذها في اخر لحظه. الحمد لله يا سوبر هيرو. ولسوء حظهم هما الاتنين الغصن بيتكسر اللي متمسك فيه لو ويقعوا هما الاتنين. طبعا اي انسان طبيعي بيقع من المكان ده بيموت، بس طبعا ابطالنا مستحيل يموتوا. ليه؟ لان المخرج عايز كده. وبعدين بنشوف له هو غرقان في دمه لانه هو بس اللي اتصدى للوقعه، والشياو طبعا تتصدم جدا وتقول الدم ده هل يعقل؟ انا مصاصين الدماء بينزفوا زينا ازاي ده؟ وبعدين بيقولها له ابعدي دلوقتي من قدامي، انا فقدت دم كتير قوي وبكده هيأثر على قدرتي على الشفاء، ممكن افقد القدره على التحكم في نفسي وامتص كل دمائك، يلا روحي استخبي من هنا. لكن شياو الهبله مش بتسمع كلامه وتقول له انت ليه انقذتني يا لو؟ فبيقول لها ما تفكريش بالموضوع ده دلوقتي، يلا روحي استخبي من هنا او اهربي اعملي اي حاجه. فبتقول له انا مش هستخبى ولا ههرب، وتفضل تعالى اشرب من دمي. يا بنتي هبله ولا مجنونه؟ عايزه تموتي ولا ايه؟ انا عارف ده حاجه تجنن يا جدع. بعدين بتكمل كلامها وتقول له وانت طبعا لو انت ما عرفتش تسيطر يعني على نفسك في امتصاص دمائي هلاقي طريقه اهرب، ولكن لو انا ما لقيتش او ما عرفتش انا افضل الموت على اني ادين لمصاص دماء بمعروف. معروف ايه يا بنتي؟ بس دلوقتي انت هتموتي يا بنتي. بعدين بيقولها له بجد انت عايزاني امص دلوقتي من دمك؟ انا فعلا ما عدتش فاهمك، كنت انتي في الاول بتتصديني تقولي لي ابعد ايدك القذره عني، دلوقتي عايزاني امص من دمك؟ كنتي كمان عماله تهربي مني، ودلوقتي لما قلتلك ان انا محتاج دم وافقتي؟ هل للدرجه يعني كده عايزاني اعضك وامتص من دمائك؟ فبتقول له شياو ايه اللي تقصده بكلامك؟ فبيقرب عليها ويقول لها على دميه الدماء خاصتي ان تصغي الى كلام مالكها. توضيح بسيط كده، لما لو انقذ شياو من الشباب اللي مش محترمين دول هي اصبحت خادمه الدماء بتاعته، يعني بالمعنى صح هي موفره الطعام ليه. هتقول له شياو بس انا مش دمى. فبيقول لها اخرسي يا خادمتي، مالكيش حق انك تناقضيني في كلامي. فتقول شياو في نفسها يا لهوي على غبائي ده، كانش لازم اعطف على هذا الشخص. وبتبدا تقول اسفه يا اخي، شياو اختك معرفتش توفي بوعدها. وفي اللحظه دي بتكون شياو فاكره نفسها ماتت، ولكن لو بيكون بس مكتفها، وهي بتقول له انت ليه يعني مش امتصيت من دمي؟ ايه يا بنتي انت كنتي عايزه تموتي ولا ايه؟ المفروض تحمدي ربك يا بنتي اللي هو سابك. فبيقول لها له عادي يعني انت المفروض يعني تشكريني، ولا انت كنتي عايزاني بقى اعمل كده؟ فتقول له شياو بكل غضب يعني انت يعني بتستمتع يعني كده لما انت تضايق غيرك؟ بيقول لها ايوه جدا، انه امر ممتع جدا. وبعدين بتقول له شياو مش يسيبني بقى. بيقولها له حتى لو سبتك تمشي هفضل اجري وراكي، لان انا عايزه اخلي حياتك جحيم وتعيشي على طول في حياه بائسه. وبعدين بنشوف ان في حد بيراقبهم، بس مين ما نعرفش. ويقول الحد الغريب اللي احنا لسه ما نعرفوش شكل البنت دي كده عنيده قوي، هذه المره حقا سيكون الشيء ممتع جدا. تقريبا كده هو قصده على شياو وعلى حياتها السوداء اللي هتشوفها مع لو. وبعدين بنرجع تاني لشياو وهي بتقول في نفسها مصاصين الدماء هم بالفعل تجسيد الشياطين، وانا ما كانش لازم عشان معروف اسيبه يعمل اللي هو عايزه فيا، لازم امشي من هنا بسرعه. وبعديها تقوم ولسه هتمشي ويمسك ايديها لو ويقول لها انت رايحه فين؟ انت عايزه تهربي تاني ولا ايه؟ فتقول له لا الصراحه بس انا عايزه اطلع من المكان ده. بيقول لها لو بتكدبي عليا فانا هخلي حياتك جحيم اكتر ما انا مخليها جحيم. فتقول له شياو والله انا مش بكدب، انا بس عايزه اخرج من هنا فعلا ونعود تاني للطريق الصحيح. فتقول له شياو الصراحه يعني انا مش هقول كلام يزعجك لانك انت يعني بتحبش تسمع كلامي. فبيقول لها لو انت اساسا مش شاطره الا بس
بس في الكلام وبس، وكمان انت شاطره في حاجه مهمه جدا انك انت تعصبيني. وبعدين بيقول لها على العموم كده احنا لازم نخرج من هنا بسرعه، بس لازم تعرفي ان الغابه دي مش غابه عاديه خالص. بالنسبه لك انت ممكن تشوفيها عاديه انك بشريه، لكن احنا مصاصون الدماء بنعرف نشوف المحيط الغابه كله، وكمان رؤيه الغازات السامه الغير مرئيه. واي بشري زيك اذا دخل جوه الغابه دي اكيد هيموت، فلو عايزه تعيشي افضلي جنبي. فتمسك ايده شياو ويتمشوا مع بعض في الغابه المخيفه دي. بتكون شياو خايفه جدا بس بتحاول ما تظهرش ده قدامه، ولكن لو بيقول لها شكلك كده خايفه يا جبانه، فشياو مش بترد على كلامه. ولما هي مش بترد على كلامه فبتاكد انها فعلا خايفه. شياو تتعصب جدا عليه وتقول له انا فعلا خايفه جدا، لكن انا بخاف منك اكتر لما بالذات تلمسني، ابعد ايدك دي عني. فبيقول لها له دي فعلا غريبه جدا. لا الصراحه انت عندك حق، يا غريبه قوي، كانت من شويه عايزه تديك دمها. بعدين بيقول لها له شكلك كده بتكرهي عشاء المصاصون الدماء جدا عن البشر العاديين، لان صراحه كل ما اجي المسك احس انك كده بترتعشي، والصراحه يعني انا عايزك تفضلي كده خايفه مني. وبعدين بيوقعها على الارض ويقول لها تعرفي شكلك كنت واقعه على الارض شكلك عامله ازاي؟ عامله زي الكلبه بالظبط، يلا يا امي يا كلبتي. بتقوم شياو فعلا وتقول له ابعد عني وسيبني، وتجري جوه الغابه. انت يا بنتي غبيه يا بنتي، انا ما شفتش بطل غبيه قوي للدرجه دي. قال لها الغابه سامه؟ لا راحت دخلتها. ويضحك عليها له ويقول يا لك من فتاه وقحه ومتهوره. بعدين بنشوف شياو وهي شايفه خيال اخوها وهو بيقول لها اختي التي اصبحت قذره بسبب مصاصين الدماء، انا اكرهك يا اختي. بيطلع كل ده حلم. الحمد لله طلع حلم، البت كانت بتحلم احلام بشعه. ولما بتفوق شياو بتنصدم لانها بتلاقي نفسها رجعت تاني البيت لو ومحبوسه في نفس الاوضه، وتلاقي كل الشبابيك مقفوله مش هتقدر تهرب تاني من البيت. بتفضل تقول هو ازاي انا هنا؟ مش انا امبارح هربت؟ وبعدين بتجري على باب الاوضه وتقول افتحوا لي الباب ده بقى، خلوني امشي من هنا ارجوكم. وبعدين بيجي له يأمر الخادمات بفتح الباب. وبعدين بيمسك شياو ويقول لها انتي واحده مزعجه قوي كده على الصبح كده ازعاج. ويقول لها له ايه عايزه تهربي تاني ولا ايه؟ ويقرب منها ويقول لها فاكره امبارح اللي حصل لك؟ فتقول له لا انا بس فاكره ان انا هربت منك وجريت على الغابه. فبيبدا يقول لها له هو اللي حصل بالظبط انك انت اتسممتي بسبب الغاز اللي انا قلت لك عليه، لان اي بشري بيستنشق من هذا الغاز السام الموجود في الغابه ده في البدايه هيشعر بالهلوسه وبعديها يفقدون الوعي وينتهي بيهم الامر بالموت. لكن الصراحه انا اشفقت عليكي قوي وانقذتك كمان يعني عشان دي خادمه الدم برضو بتاعتي. وبعدين بتقول له ارجوك اتركني اعود الى منزلي، اخي ينتظرني واوعى تكون اذيت اخويا. فبيقول لها له مش هتروحي في حته، خليكي يعني مطمئنه انا عمري ما هاذي اخوكي طول ما انت يعني بتوفري لي اكلي ودمي. وبعدين بيأمر الخادمات يقفلوا الغرفه عليها مش يخلوها تطلع من الاوضه دي. وبعدين بنشوف شياو وهي بتعيط وبتقول اخي انا اسفه لا استطيع ان اذهب واراه. وبعدين بنشوف اخو شياو هو بيكون منتظرها ترجع من المدرسه، وبنعرف ان اخوها مريض بالمرض القلب. بنعرف برضه ان شياو بتستخدم المنحه بتاعتها في الدراسه في مدرسه مصاصين الدماء عشان توفر ليه العلاج. وبعدين بتنادي عليه واحده من طالبات مع شياو في المدرسه وتقول له انت اخو شياو صح؟ فبيقولها لينج ايوه انا هو، هي اختي كويسه؟ فتقول له البنت دي اختك في مصيبه، امير المدرسه حبسها في بيته هو مصاص دماء. فيتصدم. بعد مرور يومين بنشوف له هو بيسال الخادمات عن شياو ويقول لهم هي لسه ما اكلتش؟ فبيقولوا الخادمات ايوه هي رافضه خالص تاكل، بقالها يومين ما اكلتش. فبيقول له ايه القرف ده على الصبح ده، هي فعلا بنت مزعجه قوي. بيروح لها الاوضه ويقول لها حتى لو انت يعني منعتي نفسك من الاكل هخليكي يعني تروحي لاخوكي كده، يعني عمري ما هخليك تطلعي من هنا. فتقول له مالكش دعوه انا مش عايزه اكل، وانت مالك، انا بس عايزه حاجه بس واحده، عايزه بس اخرج من هنا، ارجوك خرجني من هنا اخويا محتاجني. فبيقول لها له للدرجه دي كده بتحبي اخوكي؟ فتقول له ايوه اخويا اغلى حاجه عندي وماليش الا غيره. بعدها بيجي الخادم ويقول له اخو شياو جه هنا عشان عايز يقابلك. وشياو هنا بتنصدم صدمه حياتها وتقول هو ليه هنا؟ بعدها بيمسك له شياو من ايديها جامد ويقول لها مش انتي كنتي عايزه تروحي تشوفي اخوكي؟ اهو اخوكي جه، مفيش مروح بقى، مش مبسوطه بكده؟ فتقول له شياو لا مش مبسوطه طبعا، انا مش عايزه تشوفني مع مصاص دماء. يعني على شياو خايفه جدا ان اخوها يكرهها بسبب اللي هي حلمت فيه. ولو بيقول لها في ايه يعني انت ما كنتش عايزه تشوفيه ولا ايه؟ يعني انت كنتي بتمثلي عليا يعني عشان تهربي؟ وبعدين بيقول لها لا لا اكيد انا فهمت غلط، اكيد يعني انت مش عايزاه يشوفك عشان انت في الحاله المأساويه اللي انت فيها دي. وبعدين بياخدها له غصب عنها ويقول لها هخليكي تشوفي اخوكي من ورا الستاير، عشان هو يعني لو شافك بالمنظر ده ممكن يموت بسكته قلبيه. وبتكون شياو عايزه تروح تكلم اخوها ولسه هتروح، ولكن بيمسكها الخادم ويقول لها سيدي قال لا فاسمعي كلامه. بعدين بنرجع للو وهو بيكلم اخو شياو بطريقه وحشه جدا. وبعدين بيبدا يقول له اخو شياو اتوسل اليك اترك اختي يا سيد لو، انا اعتذر عنها ارجوك اغفر لها واتركها. بعدها اخوها بيتعب جدا وتجيله نوبه قلبيه ويغمى عليه. وبينصدم له جدا لانه ما كانش متوقع ان اخوها يكون مريض. وبتجري شياو على طول على اخوها وتقول له
ارجوك استيقظ يا اخي، انت ما كانش لازم تيجي هنا. وبعديها لو بيطلب من الخادم بتاعه يطلب الدكتور بسرعه. بعديها بيجي الدكتور ويقول له شياو الحمد لله انتوا اسعفتوه في الوقت المناسب، غير كده كان مات وهو لازم يتنقل للمستشفى ضروري. فبيأمر له خادمه انه يساعد الدكتور في اجراءات دخول لينج المستشفى. وبعديها بيقول في نفسه انا بس كنت عايز اعلم البنت دي درس عشان بس تفهم غلطها وما تزعجنيش تاني. بس ثواني بس، هو مين هو اللي غلط، انت ولا هي؟ المفروض انت. ويكمل كلامه ويقول بس انا ما توقعتش ان كل ده يحصل. ويا عيني على شياو بيغمى عليها من كل اللي حصل ده وبيخاف عليها له جدا ويقول ايه اللي حصل لها دي يا دكتور هتعبك معايا. وبعديها بيقول الدكتور هي اغمى عليها بسبب قله الاكل، هي لازم تاكل كويس. هي يا دكتور بقالها 3 ايام ما بتاكلش، مش عارفه ازاي لسه عايشه. ولو بقى بيفتكر ان هي بقالها فعلا 3 ايام ما اكلتش زي انا ما قلت من شويه. وبعد ما بتفوق شياو بتسال لو عن اخوها وهل هو كويس او لا. بيقولها لو هو بقى كويس دلوقتي ودلوقتي هو هيروح المستشفى وانا مش بكدب عليكي والله. فبتقوله شياو مش هخليني اروح اشوفه. فبيقولها له مستحيل، انت جسمك ضعيف جدا لازم تاكلي، يلا خدي طبق الاكل ده وكليه. فبتفضل شياو تقاوح معاه شويه وتقول له لا مش هاكل. فبيقولها له كلي احسن عشان لما تقابلي اخوكي ما تكونيش ضعيفه قوي يغمى عليك وهتخليه يمرض اكتر ما هو مرضان. بتقتنع شياو بكلامه وبيبدا له ياكلها. بتقول شياو في نفسها لماذا هو طيب معايا بيعاملني بالطريقه الجميله دي، لانه بيحبك يا هبله، الحب بقى وما يفعل. وبس كده بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبكم الملخص اتمنى تدعمونا في الفيديو ده، توصلوا لاعلى نسبه من اللايكات، وسلام.